السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة كشري بطريقة سهلة، ودي طبعا اكلة جميلة ومغذية جدا. اولا سلقت معايا كوباية من العدس البني او العدس ابو جبة، احنا بنقول عليه عدس بجبة. سلقته نص سلقة، يعني خدته غلوتين كده وبعدين حطيته في المصفى لحد ما احتاجه. وسلقت كمان مج من الحمص الشام اللي هو حمص الطبيخ، برضو بيتنقع وبيتسلق، بيتنقع ساعتين كده ولا حاجة عشان ما ياخدش منك وقت طويل وبيتسلق. دلوقتي انا معايا بصلتين كبار، هقطعهم كده جوانح زي ما انتم شايفين. هقطعهم كده. بالطريقة دي بيبقى شكلها احلى في البصل. معايا بقى المكرونة، ممكن تنوعي فيها زي ما انت عايزة، مكرونة سباكيتي مع مكرونة قلم، او سباكيتي مع خواتم، او ممكن ما فيش سباكيتي خالص عادي تنفع في الكشري. هكسرها كده لان احنا هناكلها طبعا بالمعلقة فلازم تتكسر. ولما نيجي نسلق المكرونه بتاعه الكشري يا ريت ما نسلقهاش جامد علشان ما يبقاش معجن معانا. البصل اللي انا قطعته هحط عليه معلقه كبيره ونص من النشا، دي بتساعد ان هو يطلع مقرمش. نقلبه كويس. في حاجه على النار هحط كميه من الزيت يعني كويسه كتيره شويه علشان هاخد منه برضو للرز وهاخد منه شويه للمكرونه. هحط بقى البصل يتحمر في الزيت. في حاجة على النار هحط معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وهخلي حوالي معلقة صغيرة هحمره في معلقتين زيت. وهحط صلصة من الطماطم، عصير طماطم عادي، وكمان هحط معاهم معلقتين من صلصة الطماطم الجاهزة علشان دي بتديها لون حلو وكمان بتديها تقل. نحط بقى فلفل اسود وكمون وملح ونسيبها تغلي على النار. الزيت بقى اللي اتبقى من البصل هحط فيه الشعرية. انا اخدت شوية من الزيت كمان شلتهم على جنب. حمرنا الشعرية. معايا مج ونص من الرز مغسول وهنشوحه كويس مع الشعرية. وفي الخطوة دي انا هحط العدس اللي انا سلقته نص سلقة او اخدته غلوتين على النار عشان يكمل التسوية بتاعته مع الرز. ما ينفعش يكون مسلوق 100% عشان ما يعجنش معايا. واحط الملح والكمون. اللي في الخطوة دي عاوز يحط مكعب من شوربة الدجاج يحط، مفيش مشكلة، بتديها طعم حلو جدا. بس انا بحط كمون وفلفل ونسقيه بالمية المغلية. انا سبته كده في الصينية بما ان الصينية يعني الجوانب بتاعتها عالية فقلت يستوي فيها مفيش مشكلة. بقيت الزيت اللي اتبقى معايا حطيته في حلة كبيرة علشان اشوح فيه المكرونة عشان تبقى مفلفلة كده. حطيت بقى شوية من الشطة الحمراء للي عايز يعني، وكمون وفلفل. طبعا الرز استوى معايا اهوت ومفلفل وجميل. البصل ده اللي انا حمرته مقرمش وحلو جدا. وده مج الحمص اللي انا سلقته. معايا بقى حوالي مج ونص او مجين من المية، عايزة تكتري عايزة تقللي براحتك. بحط على المية دي ليمون، وكمان هحط عليها خل والثوم. معلقة الثوم الصغيرة اللي اتبقت مني انا كنت مخلياها علشان اعمل بيها دقة الكشري. معلقة بقى او معلقتين من الهريسة، هريسة الشطة اللي احنا بنعملها وبنشيلها في الفريزر. طبعا بتديله طعم حلو جدا للكشري، بتحبي تاخدي كده بالمعلقة وتحطي على الطبق بيديله طعم حلو جدا. وملح وكمون وفلفل. وبقى شوية من البابريكا، شوية من البابريكا علشان بتديله لون احمر كده وجميل.
طبعا بنغرف الاول بقى الرز وبعدين على وشه المكرونه ونزوقه بقى بالحمص. نحط بقى على وشه الصلصه، وطبعا بنقدم طبق جنب الاكل صلصه طبعا زياده للي عاوز. ودي كانت وصفتنا النهارده للكشري، ودي الدقه. يا ريت لو عجبتكم الوصفه تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.